اهلا وسهلا بكم. رجعت لكم اليوم باش نعملوا مع بعضنا اكله بنينه برشا اللي هو الكسكسي التونسي. الكسكسي بنسميه على بلدان المغرب العربي، وكل واحد كيفاش يطبخوا، يعني كيفاش يطيبوا. فما باللي يعملوا باللحمه، فما باش يعملوا بالسمك، فما باش يعملوا بالدجاج، كل واحد واختياراته. اليوم باش نعمل الطبخه مع بعضنا وباش نوريكم المكونات. انا اخترت اليوم باش نعمل كسكسي بالسمك كما نقولوا احنا الحوت، ونرجع لكم بعد شويه مع المكونات مع بعضنا، نشوفوا مع بعضنا ونواصلوا الطبخه لحين نكملوا ان شاء الله. رجعت لكم باش نشوفوا مع بعضنا مكونات الطبخه نتاعنا. كما تعرفوا انا اليوم باش نعمل كسكسي بالسمك. اخترت رتل كسكسي اسمر، ماهوش الابيض العادي. عملت فيه حبات قرنفل، هذاك تو نجهزوه بعدين. معاها الكسكسي اليوم حضرت كيلو سمك جوني، حبتين ما شاء الله هم كبار وبهيين، نضاف وكله جاهزين. سمك انا عملت الدينيس، وكل واحد وكيفاش كيف يعمل الطبخه نتاعو. اي نوع نتاع سمك يجي طيب ولذيذ وكل. عملت 4 بصلات، 4 رؤوس بصل، باش نحطهم بعدين مو الان. بصلتين قطعتهم جيدين، ثوم وحمص. صراحة أنا الحمص جاهز، ما اشتريت، يعني ما عملتوش شكل اليابس وعملته في المية، لا جاهز. هذا باش نرميه بعدين مو في الأول. زيت زيتون، طماطم بندورة، دبس بندورة تقريبا 4 ملاعق، فليفلة هذوما باش نقليهم ونخرجهم، خاطر يخرج طعم الزيت وكل طعم مع كي نقليه مع البصل ونخرجه يجي لذيذ جدا للزينة. جزر، كوسة وبطاطا. البطاطا ما قشرتها، يعني القشرة نزعت القشرة كاملة، لا، يعني دوب برشتها، نحيت القشرة الرقيقة فقط. البهارات كما تشوفوا هو مفروض، مو مفروض يعني، لأنه كل واحد وكيفاه يعمل الطبخة. يكون فيه هروس هذاك الفليفله الحده، يعني سواء حده ولا عاديه. يعني رجعت لكم بعد ما قليت الفليفله وخرجتها. كما حكيت لكم قبل شويه، عملت الزيت وقليت الفليفله وبعد ضفت لها البصل، مشان البصل ياخذ من طعم الفليفله. وكيف استوى طلعته هذا للزينه بعدين. ومرقت، عملت البهارات اللي سميتها لكم قبل شويه، وعملت وخليتها تغلي. كما تعرفوا انا ما عملتش الحمص، لاني قلت لكم انا هو اصلا مطبوخ بعدين باش نحطه، يعني اخر شيء نحطه باش ياخذ طعم المرق. الان مازال لي الا باش نحط الخضار. نرمي الخضار هنا على ما تنضج الخضار، نص يعني هيك نص استواء. انا ما كثرتش المويه، تقريبا لتر ونصف مويه، لانه اصلا الخضار تطلع تخرج المويه تبعتها. هوني كما تشوفوا ما شاء الله الريحه مره طيبه. الان باش نرجع هذه على النار، وكما تشوفوا انا البصل والحمص باش نرميهم اخر شيء. هذوما يبقى طعمه كاليابس شويه، طعم البصل لذيذ جدا. هذه باش نرجعها للطنجره. لكن قبل كل شيء باش نقولكم على حاجه، كيفاه باش نجهز الكسكسي. هذا الكسكسي اللي انا باش نحطه يتفور، انا حطيت له شويه زيت كما تشوفوا، فيه عود قرنفل بعدين باش نخرجوه، لانه يخرج يعمل ريحه طيبه. كما تشوفوا هوني انا باش نسقيه بشويه مويه. هذا الكسكسي الجاهز، يعني العادي، يعني مو مثل هيك كما تشوفوا، باش نخليه. وهوني كما تشوفوا بعد ما حطيت السمك مع الخضار نضج وخرجته.
باش نخليه يستنى شويه لحين تستوى الطبخه. كما تشوفوا هوني هذا انا بعد ما جهزت الكسكسي قاعد يفور تفويره اولى وبعدين هذه الثانيه. هوني قرب ورميت البصل اللي وريته لكم قبل شويه. الان تقريبا نصف ساعه ونرجع لكم ان شاء الله نوريكم التقديم كيفاش. ورجعت لكم بعد ما طبختنا ما شاء الله كما تشوفوا ما شاء الله جاهزه. باش نوريكم الطريقه. توا باش نسقيو الكسكسي بعد ما تفور مرتين وخرجته من الكسكاس. الان باش نخلطه بالمرق كما تشوفوا هوني نسقوه بالباهي هو من المفروض مش من المفروض يعني اذا السمك يخرج يتحل في المرق نصفوها المرقه، لكن انا صراحه ما اتفتحت معي على هذاك ما صفيتها. كما تشوفوا هوني ما شاء الله. انا باش نوريكم الان نخلط الكسكسي اول بالمرق وبعدين نحطه هونيك ونزينه بالخضار والسمك كله. كل واحد كيف يحب ياخذ يعني. تحب صحن واحد يعني كل واحد وصحنه يعني. لكن الزينة هو يشرب لأنه دقيقة بس كما تشوفوا هون. الكمية ما شاء الله جت كثيرة يعني. ريحته بنينة ما نحكي لكمش. هالريحة هنا كما تشوفوا. هو لأنه الكسكسي يعني يعني على قد ما تعطيه مرق يشرب. كما تشوفوا في المرق جات حمرة يعني ما شاء الله. لانه انت كل واحد وكيف، لانه حلاوتها يجي غامق المرق تبع الكسكسي. لساته الان ما خلصنا كما تشوفوا. بعدين انا اتصور باش نخليه يكفي الان. معرفش باش نزيد بس نحطه هنا في الصحن. نحط هنا في الصحن بالطريق كما تشوفوا هون اصدقائي. ما شاء الله. لساته حار يعني على هذيك. بعدين المرق كل واحد وكيفاش يحب الصراحة. يحب يزيد المرق يزيد المرق عادي. كل واحد وحر يعني. لأنه بعدين في اللي يحبوا زايد مرق وفي اللي ما يحبوا زايد مرق عادي. كما تشوفوا يعني أصدقائي أنا خلصت توا باش نحلو هاك شوية كما تشوفوا. بعدين كل واحد وكيفاش يعني يحب ياخد. أنا باش نزيد الصراحة باش نسقيه بشوية مرق مرة أخرى. باش نسقيه بشوية مرق. اللي ما كثرتلوش انا ما في الخلطه
كما تشوفوا الآن الخضار مرة ريحته لذيذة لذيذة جدا 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 كما تشوفوا. كما تعرفوا انا الحمص ما عملتوش، ما جهزتوش ذاك البصل اللي رميته في الاخير. انا الحمص ما رميتوش ما هو شي جاهز عندي، لاني شريته جاهز، يعني نص عبارة مطبوخ يعني. على هذاك رميته الا في الاخير. نظهر ان السمك تفتح معي. ذاك البصل طيب كثير، البصل هيك عملته في الاخير كيف الحمص كل واحد تحب اكثر تزيد انت حاجة يعني. كما تشوفوا هوني انا زدت واحدة جزر هنا وخلصت انا. بعدين باش نحطه كما تشوفوا هنا. كما تشوفوا هنا الأحمر ما شاء الله، ريحة طيبة 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 ما نحكي لكمش. بس هذوما القطعتين تبعين السمك اللي عملتهم. انا عملت كما تعرفوا عملت بالتمييز، انتم واختياركم. بالكل شيء الفلفل كيف اللي خلصنا به باش نزين به انا. هيك منظر مرة حلو لذيذ. كما تشوفوا انا الان الطبخة نتاعي خلصتها، واستنوني بعدين خليني نزين نجهز الطاولة ونعاود نرجع.